عمرك فكرتي ان انت تعيشي لوحدك؟ القرار اللي بالنسبة لناس كتيرة صعب. انا خدت الخطوة دي، والنهاردة هحكي لكم ليه قررت اعيش لوحدي وايه اللي اتغير في حياتي بعد التجربة دي. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو النهاردة. طبعا اتطلب مني كتير جدا لان في بنات عايز تيجي الجامعة وعايز تاخد سكن، بس للأسف اهلها مش راضيين. وسألتوني ازاي اقنعتي اهلك، ازاي لقيتي سكن، حاجات كتيرة كده. فهجاوبكم النهاردة عن موضوع ان انا ليه عايشة لوحدي وازاي اصلا عملت ده. وكمان في فيديوز انتوا طلبتوها مني عن مثلا اللغة وازاي نتحسن فيها. انا قلت لكم كتير ان مش مهم خالص انتوا تكونوا متحسنين في اللغة، ولا تاخدوا كورسات ولا اي حاجة. عامة انتوا هتاخدوا مادة انجليزي اصلا في الترم الاول، فما تعملوش حاجة باللغة. كمان سألتوني على المصادر اللي احنا نذاكر منها. انتوا بس هتعملوا ايه؟ هتركزوا في المحاضرات كويس جدا. بالنسبة للسكاشن، فالسكاشن بتتسجل وبتنزل لكم على المنصة دي انتوا لسه هتدخلوا عليها لما تدخلوا الجامعة. فبتكون فيديوهات شرح كل حاجة، كل اللي انتوا خدتوه في السكشن بيرجع يتعاد تاني، فانتوا مش محتاجين مصادر بره، الا بقى لو وقف قدامكم حاجة فبتجيبوا شرحها مثلا من يوتيوب او كده. بس طبعا قبل ما ابدا فيديو النهارده، متنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، تكتبوا لي كومنتس حلو زيكم. يلا نبدا فيديو النهارده. اول سبب خلاني اختار ان انا اخد سكن، انا هقول لكم الاسباب بتاعتي انا في البدايه، وبعد كده هقول لكم الاسباب الواقعيه بقى. يعني كان في اسباب في بالي اصلا من زمان، ان انا حابه ان انا لما اكبر، لما خلاص بقى يعني اجي اتوظف وكده، بصراحة حابة اشتغل برا مصر. فكنت عارفة ان اهلي مثلا لما اجي اسافر او كده مش هيوافقوا ان انا اسافر والكلام ده يعني. فكنت عايزاهم ياخدوا الموضوع خطوة خطوة، نبدأ بمصر، بعد كده نبدأ بخارج مصر. خليتهم ان هم يعرفوا ان انا اقدر اعتمد على نفسي هنا، فهقدر اعتمد على نفسي برا. ازاي يعني؟ انا اصلا اقنعتهم ازاي في الاول؟ انا خلاص كنت قدمت في الجامعه، انا اصلا قبل ما اقدم في الجامعه كنت حاطه في بالي ان بعد ما اخلص جامعه هشتغل مثلا ممكن في مكان بعيد عن بيتي وكده، واخد سكن جنب المكان الشغل واعيش في حياتي لوحدي. كنت حابه استقر في كذا حاجه يعني. فلما جت موضوع الجامعه ان هي بعيده عن بيتي، يعني بعيده عن بيتي ساعتين ونص، انا بصراحه ما بحبش المواصلات قد كده يعني. فقلت ايه، هاخد سكن. اخدت السكن. طبعا ما كانوش راضيين، لا مش كلهم بصراحه يعني. ماما اللي ما كانتش راضيه، بس بابا كان بيشجعني على الموضوع يعني عادي، وقال لي يريحك. فاخترت ان انا هاخد سكن. طبعا ماما ما كانتش راضيه. ليه؟ لان انا ما بعملش حاجه لنفسي في البيت، ما بحطش لنفسي اكل، ما بعملش اي حاجه، بفضل نايمه طول اليوم ما بعملش حاجه. فهي طبيعي ان هي تقول مش هتعرف تعمل حاجه لنفسها. بس لما خلاص قررت ومشيت وكده، طبعا انا معرفش حاجة هنا خالص. انا جيت 3 ايام ورا بعض ادور على شقة في الشارع، يعني انا بلف في الشارع عشان ادور على شقة. سألت كذا سمسار، ما فيش حاجة عجبتني. في الاخر رحت مكتب عقارات. وطبعا مش هنصحكم ان انتوا تروحوا كده. انا عملت فيديو قبل كده للسكن، هحطهولكم في الديسكريبشن بوكس، وازاي تلاقوا سكن وكده من غير سمسار والحاجات دي. رحت. طبعا السمسار بياخد هنا يعني السمسار ده كان بياخد 4000 جنيه حق الشقة. فشقة 4000 وتأمين 4000 وسمسار 4000، هجيب منين؟ اداناله 2000 بالعافية. فغير كده ان الشقة كانت بعيدة، لان انا مكنتش اعرف الموضوع الباص بيقف فين والعربيات وكده. فالمهم ان اول ترم ده، طبعا انا نقلت بعده، بس اول ترم ده كنت لسه باخد على الجو واشوف. جيت 3 ايام ورا بعض، وبعدين خدت الشقة وخلاص، وجبت البنات وقعدنا فيها واختلفنا مع بعض، فانا نقلت سكن تاني. بس يعني ده كان الموضوع. طبعا انا البلد ما كنتش اعرف فيها حاجة، انا جيت بس كده مواصلات ومشيت في الشارع وشفت. فما كنتش اعرف بقى ان في جروبات ممكن اسال عليها، ان في مثلا بنات بتحتاج بنت معاهم بيكتبوا بوست على الفيسبوك والحاجات دي. اتعلمت ده بقى بعدين، وقلته لكم برضو في فيديوهات فاتت. ده كان بالنسبه للسكن. اهلي بقى يعني عادي. بعدها لما انا
خلاص وقعدت وكده. طبعا اول يوم ده كان عياط، اول يوم جيت فيه. بس بعدها بقى بدأت بقى اطبخ والحاجات دي. عملت اكل جميل، يعني كنت بعمل اكل حلو قوي، عمري ما عملت اكله وحشه. هحط لكم صور على فكره. بقيت بعرف اطبخ. ماما اصلا بقت مستغربه، يعني انت ازاي كده. فبس طبعا برجع البيت ما بعملش حاجه، مش هخليهم ياخدوا عليا بقى. فبس يعني اعتمدت على نفسي. بقيت انا اللي ماسكه المصروف بتاع نفسي، انا اللي بقدر ادير حياتي. بنشحن ميه، كهرباء، غاز، الحاجات دي مسؤولة مني، مسؤول التنظيف مني، كل حاجة مسؤولة مني. طبعا بيكون في كسل وحاجات من دي، بس بعد كده بقى اتعودت. بس وحاليا عادي، يعني بقدر اعمل اي حاجة لنفسي عادي. هقول لكم بقى الاسباب اصلا، يعني الاصلية بقى اللي هي التانية بقى. يعني اول حاجة دي الاسباب اللي انا كنت حابة اديلهم، يعني خطوة كده ان هم ايه، يعرفوا ان انا اقدر اعتمد على نفسي. فخلاص بعد كده بقى لو عايز اسافر او حاجة الموضوع هيكون اسهل يعني بكتير. فالسبب برضو من الاسباب ان انا كنت عايزة خصوصية اكتر، اقدر اعيش لوحدي في راحة وفي عدم ازعاج، اعمل كل حاجة وانا مرتاحة. يعني مش حابة ان مثلا، اصل اقول لكم حاجة، الباص بالنسبة لي صعب جدا. الباص ليه مواعيد، بصحى بدري جدا، بروح الجامعة بقعد استناه ساعة قدام الجامعة على ما يجي، ممكن يفوتني اصلا ويمشي ويسيبني واستنى اللي بعده. مواضيع كتير كده، فانا بصراحة ما كنتش حباها. انا كاتبه كل حاجه هنا عشان اقدر اتكلم يعني. تاني حاجه ان انا كنت حابه اكون مستقله زي ما قلت لكم، ماديا بقى وفي الحياه عموما. حسيت ان الوقت ده جه عشان خلاص ده الوقت اللي انا هعتمد على نفسي فيه، يعني اكون مسؤوله عن الحاجات الكبيره والصغيره. اي حاجه في حياتي انا اللي اكون مسؤوله عنها، ودي حاجه انا بحبها جدا بصراحه. اقدر ان انا احوش فلوس مثلا، يعني اخلي فلوس على جنب بحيث ان انا لو احتجت حاجه بعد كده اقدر ان انا اعملها. كمان يعني حسيت ان التجربه دي هتخليني اقوى وهتعلم حاجات كتيره. يعني في حاجات انا مش هقدر اتعلمها وانا عايشه مع اهلي، لازم ابعد ولازم اشوف الحياه بشكل مختلف عشان اقدر اتعلم الحاجات دي. بس طبعا الحياه مش هتبقى وردي، يعني مش خلاص عشان جيتي وسكنتي لوحدك والحاجات دي يبقى كده انت حياتك فل. لا، بيواجهك حاجات كتيرة جدا صعبة، وفي حاجات انت ممكن اصلا تلغي السكن خالص بسببها. في طبعا بنات انت مترتاحيش معاهم، بيحصل كذا مشكلة يعني. ساعات برضو ان الوحدة بتكون صعبة، في ناس مش بتتقبلها. طبعا المسؤولية كلها عليكي من ناحية تنظيم وقتك ومصاريفك، وطبعا المصاريف دي لوحدها تحدي كبير جدا. بس مع كل ده اتعلمت كتير جدا، اتعلمت اعتمد على نفسي، ازاي اقدر اواجه. خلاص اتعلمت ازاي اقدر اواجه اي مشكلة بنفسي، واتعلمت ازاي اكون منظمة اكتر. التجربة مش سهلة، بس بجد من احسن التجارب اللي انا خدتها في حياتي. فلو بتفكر تاخد الخطوة دي طبعا ما تخافش، خدها، لان بجد هتتعلم حاجات كتير جدا. هتتعلم حاجات كتيرة جدا عن نفسك، وهتكتشف ان انت اقوى من ما كنت فاكر. دي كانت قصتي مع العيشة لوحدي. قولولي تحت في الكومنتس لو جربتوا حاجة زي كده او ناويين ان انتوا تجربوا. بس ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملولي لايك الفيديو ده وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. بس بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.